غزوة بدر غزوة بدر أيها هلك اللي قال قرية وهي في نصف طريق بين مكة والمدينة وقرية كنت على مكة والمدينة تحت وضدها وهو يعني وهي أقرب للمدينة مدينة إلى له سميت باسم بئر هناك لرجل من جهينة اسمه بدر قال ماشي كياله ونن يعني ننك قال كلام الأورنجي بدر ننك رجل جهينوها مقعي مع لقوم مقعابي بدر بالين ما كماشي قال الله تعالى ولقد نصركم الله ولقد والله نصركم الله إلهي با يدين قرقاري ببدر بدر با إلهي يدين قرقاري والحال أنتم أدينكم أذلة آتيهين كوآد يعني أتوريض فاتقوا الله إلهي كبغى لعلكم تشكرون لكي تشكرون نعمة إلهي نعمتي فينا كسو قساوي أذنكم أذلة صدح بقول يا دوري يتوانا يا عيدا كن اللي انك قرقاري يوم بدر وطالب أوقع شينا تدواتنا أتقدشين تدواتنا أتقفالتين مالك إلهي نعمتي في كسو قرية عن عمر وحالي رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر مالين كيدي مركه نظر رسول الله وفي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين قالوا النبي ساوى هذا والحال هم أيضا 1000 كن بيهاية وأصحابه النبي أصحاب تيسنه أصحابه هنا 319 رجلا صدح بقول 8 سجال بيهاية صدح بقول 8 سجال ولما صدح بقول 8 صدح نبقى لقور يا رواية دوري 8 بيهاية صدح بقول دوري 8 فاستقبل النبي الله وقابل صلى الله عليه وسلم على القبلة والله وقار بي قالوا كسر اللي بجربار ما يدمرك المؤمنين ثلثان بيوم غني صدح بقول يدكم قبله مركع النبي وقابله ومد يديه لمدك عمود بوتاقه فجعله وحقوله قال يهتفوا يدعو بربه إنه بريه اللهم انجز لي ما وعدتني إلهي إيقو ما وعدتني وحدي بهذا بلنك إله وعدي قاتي ونصرك ما أنت الدنيا اللهم آتي إلهي إسيه ما وعدتني وحدي بهذا اللهم الله انت هلك هدان هلات هذه العصابة جميعا يرتأ منها الإسلام كاملة لا تعبد في الأرض أرضنا اللي بقول عابد ما يمردم له صدح لهم بقول ما انت هدي طماتو قالوا ايضا ميان وآل هلاكته بس فما زال كمزول يهتف بربه إنه يعني أرض واقعي يعني أبريه مادا حال ويا نبي بتاعي يديه الذي سدع من مستقبل القبلة على القبلة مقابل سيئة حتى سقد رداؤه عن منكبيه قوي قرباه وصارنا ونبي كذا يعني رفع يعني مبالغة وكل غير هذا رفع اليدين كما يعني سدع يعني عبارنا وهو مغنى أيو قوي اسكب عيوي فأتاه أبو بكر باويمد فأخذ رداءه قئب سوقه فألقاه على منكبيه لما قرب النبي الأسرى ثم التزمه من ورائه بين عن ضبرك النبي سلا وقف صدي وقال وحي يا نبي الله نبي إلهي وكفاك وحاك غفلا مناشدتك دار يعني أديك بريادة هذه ربك أكبر ذي بريادة إلهي أكبر ذي وتكون علي سيولي بريادة وتكون علي راتي وحاك غفلا فإنه إلهي سينجز لك وكوك قين يا ما وعدك وحكو يبه إلهي وحكو يبه هي وكوك قين يا بس وحاك غفلا بس بي فأنزل الله إلهي ما سود عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين إذ وقت تستغيثون ربكم ربكين أكبر يسان وتقر قاردل بيسان فاستجاب لكم وإذن أقبلي نحن أقبلي أني ممدكم وأن إذن كل زيادنا يا ب1000 كن من الملائكة كل ملائكة تاني ينقضري مردفين أو اسفنقل أيو ازدبت جوغوي ساعة ازدبت جوغ ازدبت صعود الملائكة مركم ملائكة كلا كسو دبدوي مردفين وي يردف بعضهم بعضا فأمده الله إلهي با الزيادية نزل بالملائكة ملائكة با إلهي الزيادية عيدا ملائكة إلهي سيو الوزيادية حتى مركز دم بوحة إلى 5 كن بيقارن يا مرحبا ب5000 من الملائكة مصومين با إلهي رواه الشيخان بعدين توريه وترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود بوري عبد الله بن مسعود وحو ليه شهدت وحن جوجوها ونجوغي بوري من المقداد بن الأسود نك مقداد بن أسود اللي هذا مشهدا مكان حاضر لأن أكون إن هذا صاحب كيس أحب أن كجعلها إلي حقيقة مما عدل به وحلا وحودي كما يورم نك اللي مقداد بن أسود بان لجوغي بوري مشهد بان لجوغي ومعيسى أنا هابوري إن لجره وحن كب بدلنا يا مجرم وحن كب دور سنة إن مالك لجوغي مجرم أي وحن كب بدلنا يا مجرم لأن أكون إن هذا صاحبه ومجلس يعني مشهد كاسمتك حاضر وصاحب كيسة يا حب إلي حقيقة لجعل بدي مما عدل به وحلا وحودي كما يورم وحو البوان كجعله مالك لجرد دي سامحوا البكجعله هذا العجيب هو يرى مركا النبي فرح قلي وعسلا أولي أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيوه من نكال إلى مقداد بن أسود والحال هو النبي يدعو على المشركين قارض وهباري فقال وحو يري مقداد
لا نقول كأران مينو كما قال قوم موسى نبي موسى قوم كيسي سيدي إيرادين لموسى إيرادين ما إيرادين اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون بكو إيرادين سما نبي موسى ساسا كدين وحا نبي موسى قوم كيسي إيرادين أنه كقوله مينو ولكننا نقاتل وأن دقالنا عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ميدك هذا يدري هذا يهري هذا يدرات هذا كدقالنا فرأيت النبي النبي على ركيبه صلى الله عليه وسلم أسرق وجهه سوء وسره قوله قول كيسا فرح قليل مقداد بالعسل قول كيسا آد موقو فرح ولذا روايات وحكو سوى رأسي مركو النبي عليه الصلاة والسلام إنه بدر يعني أرنتي عيدا كأبي سفيان بالدوني مركو عيدا قراشي أبي سفيان وقامين يا شام كيمد أيا الله صباحي إنه ودد اللو يستاغ عيدا كي يعني سفر كي وابح صدي قراشنا قيلدي با أتكتي عيدا كي قراشات با صباحي مركا سفر يربي أسعدين حتى ضدك يعني ومدينة ولا قسوة تغير وضدك جاهد بسؤال على لمدين ننكي تغير هاتكو ninka kale iska joogaa la yiri maxay la safar yar baa rabay in wadada loo istaagay dagaal kale loo mas'al arinta caasim ay noqotay marka safarkina uu baxsaday ciidanka quraasheed oo yani farada badnaana waa yimid arinta markay caasim noqotay asxaabtu la soo weynadu asiiru alayya ibadallah ishaara dagaalka ma galna mise waa iska laabana markii nabiga loo sheegay inay yani safarkina uu tagay quraash oo waxba ka maqnayna badar ay u soo socdaan ay banaanka soo inay fariistaan oo waliba quraash markii yani Abu Sufyaan baa barka warqaylada u diray markay soo baxeen oo hadana uu khabro wuxuu yiri ilaahay waana badbaadiyo maxamed iyo saaxiibtii aan asxaabtiisa waan ka badbaadnay iska noqda Abu Jahl baadida ma jirto mar hadaan soo baxnay waa inaan banaankii badar tagno oo ku hilba qalana geela ku qalano oo saddex bari iyo ka badan fadhino ay carab maqasho oo inuu maxamed cabsaday waa in lagu sheekaysto halka ka laaban meen Abu Jahl baadida wax meel loo wada meesha ka soo noqon maayo ya waqtigiisa dhamaad marka arinta markay saan noqotay ayuu nabigu yani asxaabtii la shawray si Abu Bakar baa hadlay dagaalka aan galnay rasuulka Ilaahay hadalkiisa nabigu ma milcsan Sid Umar baa hadlay hadalkiisa ma milcsan marka muhaajiriintu niman yar bay ahaayeen oo iska qaxooti oo hadda ay soo hijroodeen sanad bay Madiina joogaan sanadii labaad bay bada dhacday Soomaa nimanka uu jawaabta ka raba nabigu waa ansaar oo dagaalka waan galaynaa ama naga daanay uu ka rabo wuxuuna nabigu marka ku fiirinayaa Madiina markuu nabigu u soo hijrooday waxay yiraahdeen annaga ku yani waan ku garab taaganahay Madiina cid kuugu iman karta male in aanagu dhamaana moogi lagu ma soo gaaray marka nabigu wuxuu eegayay bal un magaalada Madiina kaliya miyay nabiga ku ilaalinaya ku garab taagan yihiin masaajid duulaan aadana garabkiisa noqonaya buu nabigu eegay nimanka reer saaran markuu dhowr goor hadalka ku celiyo nimanka muhaajiriinta oo khulafadii ay hadleen oo marka uu nabigu milcisan lahayd hadalkooda ku qancilaayay ay Sa'd bin Mu'adh baa hadlay wuxuu laka anna turiidu ya rasuulallah ina anaga noo jeedaan ya laga yaaba anaga ansaara inaan hadalno nacam buuri nabigu wuxuu yiri haddaad yani nabiga calayhi salaatu haddaadna tiraahdo badan gala waan galaynaa buuri meel alla meesha aan amarta amar buuri waan galaynaa aad buu nabigu ugu farxay markaasuu miqdaadna hadalka hadda asna yiri oo ka dabageeyay wuxuu rasuulka Ilaahay anagu ku oran mayno qowm Muusa sida nabi Muusa u yiraahdeen idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun anagu kuba dhahayno laakiin waxaan ku leenahay اذهبوا أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون أديك يا ربك دغالما أنينا معينا دغالمينا ساسا نقول مركز النبي عليه الصلاة والسلام أبو فرحي وأنا أدعي مقداد بن أسود رواه البخاري وعنه وحال وري عن ابن مسعود قال وحجري استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وحو قابل الكعبة فدعاه هباري على نفر بو هباري يعني جميعه من قريش كمده على شيبة بو هباري iyo Utbah ibn Rabi'ah Shayba ibn Rabi'ah iyo Utbah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah wa Abi Jahl fa ashhadu billahi ban qadaran bi Abdullah ibn Mas'ud laqad ra'aytuhu wa ana arkay sar'a ayagoo la laayay sariic ma sar'a kuwa la laayay way ka qatilin qatla oo kale ayagoo la laayay oo daadsan baan arkay qad ghayyaratuhum shamsu qorraxdu ay doorisay macnaheedu waa qofku meydka markii intii la dilo qorraxda la dhigo maanta qorraxda ay taal jirkiisa isbedelay markii uu darsoomaya marka qorraxdii baa bedeshay wa kaana wuxuu ahaa yawman xaaran maalin aad u kulul buu ahaa intii la laayay ayaa qorraxda la dhigay markaas dhiigoodii iyo isku angagay yaa jirkoodii isla markiiba bedelmay oo qorraxdii baa bedeshay oo halka daadsan baan arkay waa kuwii nabiga ku qosqoslay alayhi salaatu wasalaam intay mandheerta dhabarka ka saareen kuwii ku qosqoslay way ku halka lagu laay rawahu shaqat Anas waxa laga wariyay radiyallahu anhu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam shaawara nabigu la shawray xiina balaqahu markuu soo gaaray nabiga iqbaal Abi Sufyaan inuu soo qaabilay oo Abi Sufyaan intuu safarkiisii badbaaday ciidankii Quraysheed buu hadana soo raacay yani uu soo qaabilay markii nabiga loo fatakallama Abu Bakr baa hadlay
فأعرض عنه النبي وكجس ثم تكلم عمر وأهله فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة كعب فقال وحيري إيانا تريد يا رسول الله أنا قاعد نوجه داميا والذي معبود أن كل نفسي بيده يكسر انتهي لو أمرتنا هداغنا أمرته أن نخيل لها فردها إن انجلنا البحر بدا لأخذيناها وانجلنينا فردها أنصارنا يبدأ جلي هذا تراه أمر كأن وانجلنا وفق هاي ولو أمرتنا هداغنا أمرته أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا وانجلنا برك الغماد وأهد أقصى البلاد بلد مال تماشى أقول دير بيهد إلى برك الغماد فردها وضع هذا تراه وانجلنا إلى يهكا كو استاذ فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس markii haday uu ansaar uu nabigu amar ka helay asxaabtu markii uu yeeray oo yaani dadkii wuxuu ku booriyay anna yaani al-khuruj bihitaan fandalaqu way tageen hatta nadalu badran ila ay badr dageen ciidankii yaani gaalada way kaga hormareen oo ayaga meeshii badr oo biyuhu ay bay sii qabsadeen saxaabta ku hormartay fandalaqu hatta nadalu badran wa waradat alayhim rawaaya quraish wa waradat alayhim يعني على الصحابة وحاكسوا أرورتي وقلت من ماشي رواية قريش بنديره عيدا كي قريشات ودي على موت أبي أفر برناي سوما ورضا علم بيوتان كون علم بيوتان كون وهذا وحا عيارتا يا ألاسكا يا وحا يا قيلذا يا وحا كبحي وح لو استاقي كربانا هين بطبح قرضا نوير وصدح بقرانا ماشي جوال وحا تدبيه تقول لي يعني وهذا إلهي كو كالسون وإيمان راسق عليه ما نبي محمد ودحت أغيه صلى الله عليه وسلم meel la aadayo ma jiro meesha meel laga aado oo meel janno ahayn oo ka khayr badan oo meesha laga aadayo ma jiro inaad janno ka aado dhimato iyo in ilaahay ku noolaysto wax ka dhaxeeya ma jiro xageed ka loo aadi ya marhaban halkii bay markay yimaadeen fiihim ghulamun aswadu libani al-hajjaj qoladan qurayshto ay yani oo meesha imaanaya ciidankooda waxaa ka mid ah ghulamun adoon aswadu madow libani al-hajjaj reebani al-hajjaj nimanka la askala فأخذوا أصحاب النبي باقبته صلى الله عليه وسلم أدونكي وقلت الرياء قريشات كم دها ولا قبت فكانوا وحيا أن أصحابته يسألون كو سؤال عن أبي سفيان وأصحابه إذا كأبي سفر كأبي سفيان قوتي أبي سفيان يا أصحابتي في النوشك فيقول وحوليه ما لي علم بأبي سفيان وأنا أبي سفيان وحبك مرب دمو أذبا سمحوكو يا أبي سفيان إذا كقريشات يسجدوا لإنبصار راعي موي وربك ما هيدي ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأبي بن خلف رجع باشا صوصا رجع عيدا كو قامين يوان رجع يعني مكاكا صباح أيضا كواس مرة وانا دي سفر كي أبي سفيان بيروان أصحابته مكتوين قبصدا بيدوني فإذا قال ذلك مركو يراد لربوه ويقراعيا فقال وحو نعم مركي لقراعه وحنوصنا نعم بودي أنا أخبركم واندين شيئا هذا أبو سفيان عيدا كانوا كجرا واكن أبو سفيان واكن فإذا تركوه مركي قراءة كدايانا فسألوه أي سؤالان قال وحوده ما لي علم به أبو سفيان أنا وحبك موغي ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية في الناس فإذا قال هذا أيضا ضربوه ويقراعيا هذا كان مركو كل علي هذا ويقراعيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي نبي بن وتكنيا فلما رأى ذلك مركو أركي النبي انصرف صلاته وكبح وسلاما نقصده قال وحيد والذي نفسي بيده بان كل عرسي لا تضربوه واتقراعيسان إذا صدقكم مركو رنت إذن شاء مركو رنت إذن شاء أبو سفيان أنا وحبك كبه وإيراد أبو جهل يا أمية يا هلك صوص صعده يا قراعيسان وتركوه ودينيسان إذا كذبك أبو سفيان واك مركو إذن دواب بان إذن شاء ودينيسان قال رسول الله وحيد صلى الله عليه وسلم هذا مسرع فلان halkan waa hebel meeshii lagu dili lahaa wayadacu yadahu gacantiisuu saaray cala alardi haahunaa wa haahunaa halkan abu jahl baa lagu dili halkan cutbaa lagu dilaya halkan umay ibnu khalaf baa lagu dilaya saasuu markaa nabigu u tirinaya waaya halkaasuu nabigu alayhi intuu dagaalkuba bilaaban qaala wuxuu yidhi famaa maada ma gudbin buu yidhi famaa maada ma gudbin anas bnu maalik wuxuu yidhi فما ماذا أحدهم أحدكم مجد بن عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي ونبي قعنت صار ويرهب الماشي أنا لديك دونا ننطع في مجر نول بهالكم ما لديك عن ابن عباس وحال قولي رضي الله عنه ما قال وحي بينما وقت رجل من المسلمين كمد يومئذ مالكاس يشتد في أثر رجل ومن المشركين أمامه
إذ سمع ضربة ده بركو دلالك بالله ولا سكت حداتي مركز دم سيفيه بالسلة يسمى مركز أيضا نن مسلمين تكملة يشتد وأردي في يعني أثر الرجل ننبو ده أردي يومين المشركين كملة أمامه ورتي ساعة وعرسانية وإنه سيفتلقى ربا إذ سمع وحوم مغلي ضربة بالصوت فوقه إيه وصوت الفرس كركي سوح وكم مغلي جاد الفرس كالغرب فنية يعني جاد كالغرب فنية فرس إيه وصوت الفرس فرس كي ودنا يوي فرس كا وهي دنن كي فرس كي يعني مفردع دمرك الدجال كل اللي قدام وش الغرب تو ودنا يا سما صوت كي سوح مغلي يقول وحوله إنك فرس كالغرب فنية أقدم يعني دقدق أو قلبه لي حيزوم يا حيزوم بكركي سكم مغلي يعني فرس كي مع الغرب في جاد الكي مركزه فرس كي دنني مركزه وحوله أقدم حيزوم يا حيزوم فالنظر وفيري إلى المشركي كي قال كاي هرتي سيور دي فقر مستلقيا قال بوضع دعديد بوضع سلاس فالنظر إليه وفيري فإذا هو قد خدم أنفه وشق وجهه كالربة الصوت أو كله قال كيو سلاس دبر وضع ينبو أركي مركو قتلينا هل كاسن كيسية إلى إل كارو نبا ولا قويب هل كان حلوة نفت بعد اللي يسيبه دبر وضع يا ملائكة يلي سيدي ملائكتي بقى ساعة وقل فنس مركو ساعة ودعاو ننكي مؤمن كايس راعيني مروحوا أركي أسوأ أسكد فتي لي قورتي سهل كاسا وكلا قد علي ملقي بقى كيوار فنك هذا قل فنيا يا ملائكتي بقى الليني سيبر كاريكتيوي فاخضر هو عقارتي ذلك كانت أجمعوا لما أنت وجهي يسير نمبا عقارتي دوا يعني نمركي وكل فتي ملقي وكل فتي جيركي يسير نمبا يسبدلي فجعل الأنصاري بايمت فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحي صدقت الرنبا شاكتي ذلك كاس من مدد السماء الثالثة سمد صدحات ملائكتي جوتي ويو إلهي نوزل زيادي إنه قرقاري مددك سمد صدحات فقتلوا يومئذ ولاين 70 تضواتا وأسروا ويقفاشين 70 تضواتا ويسوقفاشين رواهما مسلم عن أبي طلحة وحلق وري لولا رواية مسلم بوري عن أبي طلحة وحلق وري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أمر يوم بدر مالك يدي ب24 رجلا أفر إيا لواتن ومن سناديد قريش رؤساء دي مرحلة دي أول سناديد قريش رؤساء قريش كوي ويناء أضياشا اللي قدم بي أفر إيا لواتن كمد أهو تضواتن كاللي دليئة يونبي أمري فقذفوه والغدردي في طي عيل كركار كيسو من أضواء بدر عيل الشيء كمده قليب بدر واي قليب كاس عيل وينو يعني ساسوها قوف هذانا كركار أفك اللي جمري كركار كوحالي ذا عيل كوحافك اللي صار وقريها رجحيها يوحافك سال لوجا دقدقه يا لي ذا طي عيبك طي اللي بسمي مركب وقريه وحلا ساس لو صار عيل كأفك سوى عيل قاعد بجريدي مركب سر هالوجر هالكاس بيتك هالوجر ماشي هالوجر فقذفوه في طي ومن أضواء بدر كاسو خبيث حن مخبث هذانا الحميون خبيث وياه ده قالوا كوا وحما ابو قد النقدي وي او لو دوي وانا مخبث وي يا البئر الخبيثه الحن وي كوا قالوا او حن كا لو غوري كوا سو قبري النقدي وي جسدودي iyo يعني meydkoodi baa meesha lagu guray وكان وحوا النبي اذا ظهر على قوم markuu ka qaalib noqdo aqaamo uu ku nagaan jiray bil arsati samada meesha yani lagu dagaalamay 3 ليال 3 بري أيو ماشي جوج جري فلما كان بدر مالك يدي مركو هذا اليوم ثالثة يوم كصدحات فلما كان بدر مركو هذا اليوم ثالث يوم كصدحات مركو قاري وسدح بري نبي بوفدي أمره أمر براحلتي قاديد كيسي فشد عليها والربي قاديد كيسي والربي فشد عليها رحلها يي قادي بالله ساري يي قادي يا ألاب سيدي بالقربي يلا واحد الوقوف ولا يجي اللي من محمل بالله ثم مشى النبي وسعدي وتبعه أصحابتي سنة ويدبقلت وقالوا وحي أهاين وقالوا وحي هذين ما ينطلق إلا لبعض حاجتي مركو النبي دنعا وير دقاقي مركو وحي الكير هارين وحي هذين كل النبي قال له حاجة دنعا وحبو دون يحبو دنعا بأسعلا ما ينطلق إلا لبعض حاجتي حتى قام على شفة الركي عيلكي كركار كاي قال له حنحن كذا أفر لواتن كان لو قري جبيجيسو النبي استاغي فجعله وحو غدغل يناديهم ودواقيو بأسمائهم آبيالكودي وأسماء آبائهم بأسمائهم مغعيالكودي وأسماء آبائهم
magacoodii iyo magacii aabahood waa nimankii qurayshta oo lays yaqaanay dee qaraabada ay ahaayeen yaa fulaan ibnu fulaan yaa fulaan ibnu fulaan ayasurukum ma idin farax gelinayaa annakum adinku adactumullaha inaad ilaahay adeecdaan wa rasuulahu hadda ma jeclaan lahaydeen inaad ilahay iyo rasuulkiisa adeecdaan awlaataad laydinku kari lahaay fa innaa anagu qad wajadnaa waan helnay maa wacadanaa rabbunaa rabbigaana wuxuu noo yaboohay xaqan xaal u yahay fahal wajadtum ma hesheen maa wacadakum rabbukum rabbigiin wuxuu idin yaboohay xaqan xaali waa cadaabkii waad hesheen sooma markaasuu nabigu dhawaaqaya abujahlo wixii ilaahay kuu yaboohay ma heshay annaga wix ilaahay noo yaboohay waan helnay hadda ma jeclaan lahayd inaad ilaahay iyo rasuulkiisa adeecdo wuu jeclaan lahay yaa celinaya hadda yaa soo celinay ya faqaala cumaru baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ma tukalimu maxaad kala hadlaysaa min ajsaadin jasad laa arwaaxa lahaa wax ruuxaba aan lahayn waxaan baktiyey ee gaalada haddana eberka maxaad kala hadlaysaa faqaala wuxuu yidhi nabigu waladii macbuud baan ku dhaartay nafsu muxamedin biyadihi ay ku sugan tahay maa antum adinku ma yidin biasmaca kuwa ka maqal badan lima aquulu minhum waxaan u lehay lima aquulu waxaan u leehay minhum ayaga kama maqli ogidin hadalkaas hadda aan u leehay adinku kama maqli ogidin laakiin ima ajiibayaan jawaabtoodii un baana maqlaynin laakiin si caadiyay u maqlayaan taasuu nabigu leh alayhi salaatu wasalaam ya gaalada xunxunkaa ee gaal baktiyey ee mushrikii ugu xumaa mushrikiinta ugu xumaaya hadduu nabigu leeyahay waxa aan leeyahay adinku kama maqli ogidin ya dadka ilaahay wan wanaagsanee sulxada markay dhintaan balka warrab ya qof dhintay muxuu og yahay bay leeyihin muxuu wax u ogaan waay gaal iska dhintay oo eberoba baktiyey buu nabigu leeyahay waa maqlayaa ima jawaabi karaan laakiin waa maqlaya ya way maqlayaan intay maqlaan iyo weliba ilaahay agtiisa yani sharaf weyn iyo karaamo weyn ka leeyihiin mu'miniinta iyo sulxada rawahu al-bukhari wa ahmed عن البراء وحا لغا وري رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي هو يالي على الرمات كوي قمونك يعني جني رمادي يوم احد مالن كده عبد الله بن جبير نينك اللي هذا ملح اوغا دغ امير اوغا دغ marka wuxuu yiraahdaa halkaas soo dhaafino oo dabar jebinta naga ilaaliyo hadaan anagu qolada ka qaalib noqono gaalada oo jebinay hadii nala jebiyo waxa noo soo dhaqaaqina adinku buurta saarnaado oo dabar jebinta naga ilaaliyo ciidanka dabar jebinta ugu darmo xeelaha uu ku jabay ka mid ciidanka dil dabar jebi fa asaabu way asiibeen gaaladii minna xaga anaga 70 bay naga asiibeen maalinka naga dileen oo dibku muxuu ka imaaday kowgii hor markii la isku bilaabayba way carreen gaaladii markay arkay qoladii meesha saarnayd ee la ilaaliyo dabar jebinta naga ilaaliyo markay arkeen gaalada la sii ceyrsanayo ayaa xaydan war waa jabeen qaniimada ka qadin ya markaas Abdullah ibn Jubayr waa ninkii yani madaxda looga dhigay war nabiga soo imadii halka ka dhaqaaqina hadda anaga la soo jabiyo hadii ayaga aan jabinabo waxaad ka yeelmeynaa way dhaqaaqeen dhowr nin baa ku haray Khalid bin Walid muxuu sameeyay fardihi buu waday dhinaca uu kala wareegay afartan nin meesha ku hartay buu seefta madaxa kaga jaray markaas uu dhabarka ka saaray meel laga imaaday iyo meel loo socdo la kala garan waay ilaa asxaabta ay waata qaar ko islaayaan ya Xudayfa bin Yaman aabay wuxuu yiraahdaa garanaya maalinka la war waa aabay anigoo la kurka la jaray ya ilaahay ha u dhaafo wiri ay asxaabta nabi Allah u dhaafo marxaba ya isgaranaya dadkii way soo ogyahay isku dhaxdaatay marka waa mukhalafada nabiga amarkiisa ay jabiyeen alayhi salaam maalinka ku jabay wa ashabuhu wa nabiga asxaabtiisa asaabu way asibeen meel mushrikiina yawma badrin 40 wa 100 بدر مالن كذي وحي كأسيبين بقول إيه أفرتك 70 أسيرا و70 قتيلا لكن يوم أحد أصحابته تدواتا ما لقد لي وحول لك ما قفال لي لكن قال أبو سفيان باوحو يري يوم وال وي أو بيوم بدر أولي كمي يوم بيوم بدر والحرب دقال كنا سجال دي وكلتم يا شلي بارسان ونوقشين سماها بدر كمان كانوا ما أنت وأدين كوي دقالكو يعني وسجال ويهو هكا تلك الأيام نداولها بين الناس بإلهي هرقل مركو ورسنا يا أبو سفيان دقال ملقشين هابوير دقالك دحدينا بالكورم ينال منا ونلان منه بوير مرنا أسقى النجبية مرنا أنا نقا جبين بوير هرقل وحير كذلك الرسل رسوش وانوع عابور تبتلا والله انتحامايو إن أيقا انقوش اللي اسكسينا يماها أو ننكي كوري ما دوا ايدي يان ماها مرنا أيها أقول لسينا مرنا ولا اللينا يا دبات الورد ولا عاقبة الله لكن عرفت دم أيهم بالله وجو أنت أيهم بيسقوا دم بيني لكن ولا انتحام يا دبات إلا كل ما يوم يا كذلك الرسل مركا يوم بيوم بدر والحرب سجال دجال كنا
dee waa moorgeysio ama waa kaltan oo dee qolaba waa maalin. rawahu lbukhaariy. fadlu ahli badrin iyo wacadaduhum, ahlu badr fadiiladoodii iyo cadadkoodii. can rifaacata waxaa laga wariyey adduraqiy radia allahu canhu, wa kaana wuxuu ahaa miman shahida badran, beder dadkii ka xaadiray buu ka mid ahay. qaala wuxuu yidhi jaa jibriil, jibriil baa ila nabiy nabiga u yimi sala allahu alayhi wasalam. faqaala wuxuu ku yidhi maa tacuduuna maxaad ku tirisaan ahla badrin, ahlu badr maxaad ku xisaabtaan fiikum fiigiin. qaala wuxuu yidhi nabigu min afdali lmuslimiina, muslimiinta kuwa ugu fadli badan baan ku tirinaayo dadka muslimiinta waxaa ugu fadli badan ahlu badr de ow kalimata naxwaha. qaala wuxuu yidhi jibriil wakadalika man shahida badran, beder ninkii xaadiray oo min almalaa'ikatina waa saas oo min afdali lmalaa'ikati baa lagu tiriya, waa dadkii beder ka qayb galeen malaa'igta. rawahu lbukhaariy. can ilbaraa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanahi nataxadau kuwa ku sheekaysto ana asxaaba badrin, beder asxaabteedu 310 inay ahaayeen 310 biciddati asxaabi daaluut, daaluut asxaabtiisii tiradoodii bay ahaayeen aladiina kuwaasoo jaawazuu macahu daaluut maciisa gudbay annahra webiga. qof mu'mina qof aan ahayn ma gudbin soomaa webi, wamaa jaawaza macahu maciisa ma gudbin ilaa mu'minun mooy, qof mu'min. marka waa biciddati asxaabi daaluut bay ahaayeen asxaabu beder oo waa 310 ba 300 yani 13 ilaa 19 16 15 meelahaasaa lagu wariya. rawahu lbukhaariy baa wariye watirmidi walafduhu 313 rajulan, saasaana ugu raajaxsan weye. 313 bay ahayen waa cadadu rusulka, saasay ahaayeen wy 313 rajulan. wa canhu waxaa laga wariyey can ilbaraa waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi istusqirtu ana iyo wabnu cumara yowma badrin, aniga iyo cabdullaahi bn cumarbo yani dagaalka waana laga reebay buri yowma badrin oo yaraan baana looga reebay, waa yartiina iska joogaana la yidhi. markii dagaalka la aadayo wiilasha yaryarkaa nabigaa loo soo bandhigi jiray, ninkaan dagaalka ma geli karaa, ninkii aan 15 sano gaarin nabigu waa reebi jiray, maya ma geli kara waa ilma carruur iska reebo. marka aniga iyo cabdullaahi bin cumarba waan harray buuri, laakiin dagaalkii dambe uxud bay ku jireen, kii uxud bay galeen wey oo sanadii 15 ahayd wey. wa kaana almuhaajiruuna waxay ahayn yowma badrin, beder maalinkeedii niyafan cala 60 walansaaruna niyafan wa 40 wa 200, yani 310 muhaajiriintu waxay ahaayeen 60 bay ahaayeen buu leeyay, niyafan cala 60 60kay dhowr bay ahaayeen. ansaartuna maxay ahaayeen 240 bay ahaayeen, 240. marka haddii ansaarta aad u badnay muhaajiriintu iska yaraayeen. rawahu lbukhaariy. qatlu abi jahl dilkiisii baa halkan laga gelay, sida loo dilay. can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal man yandur yaa soo fiirinaya buu nabigu lana anaga maa sanaca abu jahlin, war abu jahl wuxuu sameeyey yaa noo soo ogaanay, saasuu nabigu hal maata inuu dhintay awalan liannahu kaana wuxuu ahaa shara alkufaari wa akhbatahum buu ahaa, gaalada midka ugu xun oo ugu shar badan buu ahaaye yaa noo soo fiirinaya odayga abi jahla, ya kollay xaalo xun buu ku sugan yahay. fandalaqa ibnu mascuud, cabdullaahi ibnu mascuud baa tegey, fawajadahu wuu helay qad darabahu xaal ay garaaceen ibnaa cafraa, gabadha cafra la yidhaha labadeedii wiil wey mucaad iyo mucawid baa la ohan jiray. xataa barada xataa maata ilaa uu dhintay wey, laba wiiloo yar yar oo naxiif ah oo reer ansaareed ah yaa seefta ku kal areed ah oo ibnaa cafraa la ohan jiray mucaad iyo mucawid ayaa garaacay, seeftay kala degdegeenoo labadoodii xataa way isku haseen anaa dila iyo anaa dila, nabiga seefahoodii buu nabigu fiiriyey mid walba intay yani ugu tegey, ya xataa barada xataa maata ilaa uu dhintay wey. markaana nafti baa ku jirte wax yar oo saduramaq aha ku jiro, marka wax dhinto oo kale u xisaaban yahay de way iska daayeen marka. fa akhada wuu qabtay cabdullaahi bnu mascuud bilixyatii garkuu ku dhagay, faqaala wuxuu yidhi anta abu jahl, so abu jahl matid, adigu so abu jahl matid, waa ku jeesjeesay. weliba riwaayadka qaar waxa ku soo anta aba jahl, ciraabka xataa wuu laxniyey oo wuu rafciyey baa le antadu waa mubtada yani aba jahl khabarkiina waa kordhabay, anta aba jahl waa jeesjees darteed basa ule, so aba jahl matid, ya mufsidkii weynaa. faqaala wuxuu yidhi abu jahl wahal fawqa rajulin qataltumuuh, wahal fawqa rajulin nin un ka badan miyaan ahay qataltumuuhu aad disheen, soo nin la dilay un ma ihi maxaa wax kalaan ahay. ow qaala wuxuu yidhi qatalahu qawmuhu qowmkiisa ay dileen, nin tolkii dilay un baan ahay, anuma wax kalaan wax cusub baad aragtay cabdullahi mascuudow, nin tolkii dilay un baad aragtay, ninku hadday tolkiisu dilaanna ceeb ma hadde
نقول بدقال وكل من جري أنت صعد الله ذيك دقني يا قال ما الحول دقي مركز وحي يجري فلو غير أكار قتلني فلو غير أكار بيرلي غير كذا قتلني إنه إدلان أحب إليه لكن حاجة علان لها بإنه بيرلي إدلين ورا أنصارت بدلي سوا أنصارت له نمن بيرلي إيه هاي أنا ومجع الله يقول نمن بيرلي إن قعنت هذا كله انتوا يا فقولها حوالها لموت بيرلي ده ويكير فانا المياه يا بس كمساكين هو يقضته هذول كاسكت جوجي هذا بيرلي وين بكرر مجالسين وكحل ربدين يكون حوالها دب أرد يحمو به يا مرحبا ما أنا ومجع الله يقول بيرلي إن إدلان ما أنا جعلين بقوله مرحبا روايتك حكو صارتي لبدا ويل لبا ويل وير يره هاي وهذا أسيد أوينين من أيسن قونين أبو جهل يا عبد الرحمن بن عوف وأصحابه يعني مركز دلالك الله صفتي أيوه هو أركي أيوه ويل ير وننا عيك تاجين رأي أنصاره والرجوة وين ودقاليها أنا من جبل العنصة وكما قرب تاجنا وامحة لنا عاقوا وابير عدل وإسير يعني إسير بويل مركز هذا الكاس مركو الله مركو يقصوا دعاية قلبي يقصوا دعاية ويل يربى يمد وحير يا عم أين أبو جهل تصوير هالمرة عندها إيسان ما يقان هذا سوق تولي ما أريد مركز أنا محط كسمين له حدان أركبوري لا يفارق سواده سوادي بوري أنا أصلا مرنا مسك فاروق اسمه فاروقين إلى متكانات انتوي مركو كي هذا الكلام كسي بعيني متكلا حدنا أنت يا عم أين أبو جهل أو محط كسمين له حدان عندها صارت مر إيه صارته أنا أصلا اسمه فاروقين إلى متكانات ودنت مركز هاي بالوكاس أسوأ عيدن كساء ودح مرة يود أنت كبير كم تقول عيدن كسفيه مرة ساء ودح بحي مرة ساء وقولين يصير تبار غبا يعني يقول الوكا هل مرة بين لبضوا دي كودك دقينون سيبت بيسكول كل مين حتى برد ماشي بكهوك عندي حتى مات هل كاسة قدام بي بوبسيت كي ويناوي عبد الله بن مسعود وحولي واحد بدن بو يعني يد كوجا جسي مكة وكل دبي موت دباتو وكسر وين جري ما نكاسو مركز جرك قبطي ومدحك يستاهل مركزو هكا نبي وقشة عليه الصلاة والسلام واحد انتي بركاتوا كداي إلهي بام هذا لبنو إلهي بكم هذه الحمد لله رب العالمين يا هذو وكيم ما قالوا الملح وضعها يا أبو جهل بقول انتي ما أنت إلهي بام هذا رواه شيخان باوريي